السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. مارسيل كولر يستقر على رحيل أيمن أشرف في الانتقالات الصيفية المقبلة، وبرونو سافيو ما زال تحت التقييم من أجل استمراره مع الفريق أو رحيله مع نهاية الموسم. بناء على مطالب كولر بالاحتفاظ باللاعب واستمراره مع الفريق، الأهلي يدرس تجديد عقد بيرسي تاو خلال الفترة المقبلة. النادي الأهلي يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين كجزء من أنواع التحفيز قبل مباراة الهلال السوداني يوم السبت القادم. مارسيل كولر يقرر تأجيل ميران اليوم ل9:30 مساء بسبب موعد وصول الثنائي الدولي بيرسي تاو وأليو ديانج بعد العودة من منتخبات بلادهم. حسين الشحات يعود لمران الأهلي اليوم بعد الغياب عن المران أمس، بعد مطالب النادي الأهلي ومخاطبة النقل العام لتخصيص أتوبيسات لنقل جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة. النقل العام توفر 50 أتوبيس لنقل جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة موزعين على 9 خطوط. وكيل لاعبين يعرض على الأهلي التعاقد مع اللاعب فراس بالعربي صانع ألعاب نادي عجمان الإماراتي، وإدارة الأهلي تعرض اللاعب على مارسيل كولر. صحيفة فوتماك التركية: عاد انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي المصري إلى الأضواء من جديد، وتم الإعلان عن سعر الاستغناء عن خدمات اللاعب، حيث يطلب النادي التركي 4 مليون دولار مقابل بيع المهاجم الكونغولي للأهلي. من أجل الفوز على الأهلي، تركي الشيخ يعد لاعبي الهلال بمكافأة 30 مليار جنيه سوداني، ورئيس النادي يرصد مكافأة 5000 دولار لكل لاعب في حال الفوز على الأهلي والصعود إلى الدور القادم. اتحاد الكرة يخاطب الجهات المسؤولة لتحديد أعداد الجماهير في نهائي كأس مصر. سيف الجزيري يغيب عن مواجهة الزمالك ضد المريخ السوداني بعد حصوله على إذن بتأخير عودته إلى مصر إلى يوم الجمعة. كاف يعلن إقامة قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية يوم الأربعاء القادم 5 إبريل في القاهرة. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: لا توجد أي عقوبات لانسحاب نادي من المشاركة في كأس الرابطة، سواء عقوبة مالية أو الحرمان من المشاركة في الموسم المقبل. سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: نفذ تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في 4 ساعات فقط، تسبب في خروج تقرير إحصائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء بأن النادي الأهلي أكبر نادي في العالم يمتلك قاعدة جماهيرية في موطنه. الزمالك يقرر تشكيل لجنة فنية لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد، مكونة من إسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام ميدو وأحمد عبد الحليم وجمال عبد الحميد وخالد الغندور وأمير مرتضى منصور. وتم الاستقرار على 4 مدربين أجانب، وتم الاتفاق معهم على كل التفاصيل، وسيتم المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب. واللجنة الفنية سوف تعقد اجتماع يوم الجمعة القادم، وستختار المدير الفني بشكل رسمي، وبعدها سيعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن اسم المدرب الجديد. رسميا كاف يعلن انطلاق كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار يوم 13 يناير 2024، والمباراة النهائية ستقام 11 فبراير. في موقف استثنائي بسبب رفضهم استضافة الكيان على أراضيهم، رسميا فيفا يسحب تنظيم كأس العالم للشباب من أندونيسيا. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.